في البداية ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو وباشتراكك في القناة، وعلشان يوصلك كل جديد بنقدمه ما تنساش تفعل زر الجرس. ضربة جديدة للزمالك. أزمة الحكام الأجانب بتتعقد قبل مباراة سيراميكا. كشف مصدر مسؤول داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة إن أزمة طلب الزمالك لحكام أجانب في ماتش سيراميكا كليوباترا لسه مستمرة، وفي تطورات جديدة حصلت خلال الساعات الأخيرة. المباراة المقرر إقامتها يوم 20 مايو تعتبر من المواجهات المهمة جدا للزمالك في ختام الدوري، وعلشان كده النادي كان طالب استخدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة اللقاء. لكن المصدر أكد إن المهلة اللي كانت محددة للزمالك علشان يحول فلوس الحكام الأجانب انتهت رسمياً، والنادي لحد دلوقتي ما بعتش المبلغ المطلوب لاتحاد الكرة. وأضاف كمان إن لجنة الحكام رفعت الملف بالكامل لمجلس إدارة اتحاد الكرة علشان يتم اتخاذ القرار النهائي بخصوص طلب الزمالك خلال الفترة الجاية. ووفقا للكلام المتداول حاليا داخل اتحاد الكرة، فالأقرب إن المباراة تتلعب بحكام مصريين، خاصة بعد انتهاء المهلة الخاصة بسداد تكاليف الطاقم الأجنبي. وكان الزمالك متمسك جدا بوجود حكام أجانب للمباراة بسبب حساسية المواجهة وأهميتها الكبيرة في المنافسة على الدوري خلال المرحلة الأخيرة من الموسم.